الفيديو دوت انا اترددت جدا اللي انا اعمله، بس يعني توكلت على الله وقلت هعمله، لان اللي انا هتكلم فيه دوت ممكن بعض الشباب يكون واقع فيه او بعض البنات يكون واقع فيه، اللي هم بيدرسوا في مدارس عالية يعني او مدارس اللي هي اللغات والكلام. نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا. وده بالمناسبة الفيديو الرابع في سلسلة الحق المبين، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا. ويلا بينا نجاوب على السؤال ده. السؤال بتاع النهاردة هو: هل نظرية التطور بتقول إن مفيش ربنا؟ الناس دلوقتي بتزعم أو بتقول دلوقتي يعني إن لو نظرية التطور صح، يعني لو افترضنا إن نظرية التطور صح، فبالتالي كده مفيش ربنا في الحياة. ربنا مش موجود أصلا. صاحب أخوك يا اللي بتتفرج على الفيديو دوت أو اللي أنا بخاطبه بالفكر اللي أنا بتكلم بيه ده. نظرية التطور ديت بيطلق عليها اسم نظرية داروين. نظرية داروين ديت بتقول إن التطور دوت ماشي كده في الحياة، وإن الإنسان كان أصله قرد وبقى إنسان، وإحنا لما هنقعد فترة كبيرة وبعد كده نتغير تاني وهنتطور لشيء تاني. دي نظرية التطور، دي نظرية داروين. يعني نظرية التطور ديت بتشرح ازاي الكائنات بتتغير مع مرور الزمن. لكن نظرية التطور دي بقى ما جاوبتش على سؤال هو الأهم أصلا في أي شيء. وانت هتتكلم في التغير، في سؤال انت نسيته مهم جدا لازم نجاوب عليه، لازم وحتما لازم نجاوب عليه. أصلا اللي خلق الكائنات دي، نفترض اللي انت صح، يعني نفترض ان في تغير وفي كائنات واتغيرت وهكذا وهكذا. اثبت هنا بقى هو مين اصلا اللي خلق الكلام ده؟ مين اللي صنع التغيير دوت او اداله الفرصة اللي هو يتغير مع مرور الزمن؟ ما هو اي حاجة ابتدت لها بداية. ايه البداية دي بقى؟ وهل يعني التطور ده شغال لوحده كده، ولا ليه قوانين وليه اشياء وليه نظام وليه دقة ماشي عليها وشغال عليها؟ مين بقى اللي حط القوانين دي؟ لغاية دلوقتي ما جبت سيرة قرآن كريم، ما جبت سيرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا الكلام دوت انا ممكن انسفه لك بآية قرآنية واحنا بنتفرج على الفيديو دلوقتي مع بعض، وانت بتتفرج على الفيديو. يعني قال الله عز وجل في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انا بالآية ديت انا نسفت لك النظرية ديت بالمخترعها والله. يعني ربنا بيقول لك احنا ما كناش حاجة اصلا، ربنا خلقنا من العدم. عارف يعني العدم؟ مفيش حاجة خالص. ربنا خلقنا من اللي هو مفيش حاجة خالص دي. ربنا خلقنا من العدم، لم يكن شيئا مذكورا. ما كنتش حاجة، أنا وأنت ما كناش حاجة، الإنسان عامة ما كانش حاجة، كان لم يكن شيئا مذكورا، كان أنت ما كناش نذكر شيء. يعني ربنا أوجدنا من العدم ده. النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ربنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيئا غيره. الله عز وجل هو الأول والآخر، عز وجل ليس له بداية وليس له نهاية. زي ما اتكلمنا في أول فيديو في السلسلة، اتكلمنا من خلق الله، فدوت برضو يخش في الحلقة دي. الله عز وجل هو الأول والآخر، كان الله ولم يكن شيئا غيره. يعني قبل كل حاجة ربنا هو اللي بدأ كل شيء، قبل كل حاجة ربنا هو اللي بدأ كل شيء. لو نظرية التطور دي صح، لو افترضنا معاك اللي هي صح، هي أصلا مش بتنكر وجود الخالق أبدا، ده هي بتحاول تفكر هو التغير ده جه ازاي. لذلك هي أصلا ما قالتش مين اللي أوجد، لا، هي بتقول التغيير دوت بيحصل ازاي، التغيير دوت ايه يعني، ازاي حصل. ده هدف النظرية دي. لكن التطور لا ينفي وجود الله عز وجل. هي ديت هي اللي أكدت أصلا وجود الخالق، لأن النظرية ديت بتمشي على التغير زي ما قلت لك. احنا لو وقفنا كده وسألناها مين اللي خلق أصلا أول شيء وخلق القوانين دي والدقة دي، هو الله. هو الله البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فبس كده أحب أخوك، وزي ما فهمتك، لو عندك سؤال انزل واكتبه في التعليقات عشان ده بينفعنا، وممكن اخد سؤال من التعليقات واعمله في فيديو ونجاوب عليه مع بعضينا. دي مش نهاية، دي إجابة لسؤال من أسئلة كتيرة قوي، فربنا يتقبل منا يا رب. وبس كده، سلام.